Mes chers élèves de 5e année primaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment décrire un animal. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ أمهات وكذلك الآباء اللي راهم يتابعوا فينا لسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. إذا سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بتعلم أو نقول كيفية وصف حيوان باللغة الفرنسية. فقط قبل أن نبدأ حاولوا الاشتراك في قناة فريال إديوكاسيون لكي تصلكم جميع الفيديوهات القادمة سأضعها في جميع المواد بإذن الله تعالى. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. إذا هنا راح نديروا مع بعض تعبير على لا غازيل. إذا هنا لاحظوا لا غازيل est un animal. الغزالة حيوان sauvage ou bien domestique est un animal sauvage. J'écris sauvage. ندير فيرغول. نكتب ال. على خيرت الضمير ال لأنه عندي لا راهي في الفيمينا. Elle vit تعيش في dans le. أين تعيش الغزالة؟ قريتوها في الدرس. dans le désert تعيش في الصحراء. ندير فيرغول نكتب elle se nourrit. تأكل. ماذا تأكل الغزالة؟ elle se nourrit d'arbres. تأكل العشب. ندير فيرغول. c'est un animal. إنه حيوان أكلات العشب herbivore. نديرو فيرغول نولي نقولو elle a 4 pattes. لديه 4 سيقان et 2 cornes قرنين et petite queue وذيل صغير. إذن وهكا تلميذ يكون دار التعبير تاعو. راح نديرو الخاتمة الآن. واش نكتبو؟ قلنا نكتبو j'aime cet animal. هكا التلميذ يعني بالتدريج يبدأ يحفظ الوضعية الإدماجية تاعو ويقدر هكا يدير أي تعبير لأي حيوان. نعاود نقراوه مع بعض. La gazelle est un animal sauvage. Elle vit dans le désert. Elle se nourrit d'arbres. C'est un animal herbivore. Elle a 4 pattes et 2 cornes et petite queue. J'aime cet animal. هكذا التلميذ راح يتحصل على 4 بوان. هذا مقطع يشغل في صغار من عجبكم مقطع. أتمنى أن يعجبكم مقطع صالح. استفادوا. اكتبوا لي في الكومنتات إذا استفدتوا أو لا.